السلام عليكم متابعينا، جوسبيغ تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقه كيفاش تحصل على تي ان تي وتتفرج في مباريات المنتخب المغربي غير في الدار. اول حاجه غتحتاجو هي هاد الخيط ديال السينيال، خاصك منه تاخدو من دروغري. وهاد البياسه حتى هي تاخد من دروغري، دايره واحد 5 دراهم جو بونس. اول حاجه غادي تاخد واحد الطرف من داك الخيط ديال السينيال، تقريبا يكون قد هاد الحساب، تقطعو. دابا من تقطع داك الطرف ديال الخيط خاصك تنجرو وتخلي غير السلك. دابا خاصك تمشي للخيط الكبير، نسى عليه هداك الطرف اللي قطعتو وتعبر واحد الطرف فيه وتحيد غير البلاستيكه، الطرف الصغير نفسه، وتحيد غير البلاستيكه وتخليه راكب. دابا غتشد هادوك الشعك ديال الالومنيوم وتحاول ترجع من اللور كاع، ومن بعد تعبر واحد 2 سبعان وتحيد هاد البلاستيكه البيضاء، تخلي غير الطرف ديال سميتو ديال النحاس، وغادي يخرج معاك الشكل هذا. دابا غادي تشد الطرف الاول ديال النحاس وغادي تلويه على هاد الشعاكي ديال الالومنيوم، وغادي يخرج لك بحال الشكل ديال الزائد. ومن بعد غتشد سكوتش وغتحاول تغطي هادوك الشعاكك باش ما يتسداوش، غتغطيهم بحال هاد الشكل. ومن بعد غادي نوريك واحد الطريقه كيفاش نلويهم بشكل حلزوني. انا استعملت هاد السرانقه، ومن بعد غادي يخرج لك الشكل بحال هكا. وفي هاد المرحله غادي تاخد هاد البياسه اللي خديتي من عند دروغري وتركبها في الراس ديال الخيط اللوراني اللي غادي يشد في التلفازه. وفي هاد المرحله الاخرى غادي تركب الكابلي في بلاصه تي ان تي في التلفازه، وتشد هاد الشكل ديال الحلزون اللي قادينه وتعلقه في السطاح ولا في الشرجم، غير الشرجم من برا اللي قريب للتلفازه، وتقوم بالتنزيل ديال القنوات تي ان تي. والمرحله كتختلف من تلفازه لتلفازه. المهم بغات كيكون اش دي ام واحد، حتى كتحاول ديرها دي تي في، كتقوم تضغط على السورس وتيليشارجي. وها انت دابا كتفرج مباريات المنتخب الوطني بطريقه ما غاديش تكلفك حتى 20 درهم. ما تنساش ابوني القناه وبارطاجي الفيديو مع صحابك.